بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في أواسط شهر شعبان، وهو شهر كما جاء في الحديث: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هو إذن حسب هذا الحديث شهر تقع فيه الغفلة من قبل عديد من الناس أو كثرة من الناس. الصفة الثانية لهذا الشهر أنه شهر القراءة والقراء. القراءة بمعنى النظر في المقروءات، التدبر في الكلمات، الاستخلاص من المعاني، استخلاص النتائج والعبر. والقراء جمع قارئ، والقارئ هو الناظر، سواء كان قارئا للقرآن الكريم يتدبر آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم كان قارئا للتاريخ والواقع والكون والعلوم والفهوم. القراءة بهذا المعنى الفسيح في الدين هي التدبر والاعتبار، هي استنطاق الحوادث والظواهر، هي الاعتبار بالزمان والمكان والحال. لذلك عد شهر شعبان شهرا للقراءة والقراء، بمعنى شهر للعبرة والاعتبار. نحن اليوم معنيون بأمرين اثنين: بعدم الوقوع في الغفلة، بمعنى نحن معنيون بأن نقيم الصحوة واليقظة في الفهم والفكر. والأمر الثاني نحن معنيون بالتدبر والاعتبار، بالقراءة أولا بمعنى المطالعة والنظر في المقروءات، وبالتدبر في هذه المقروءات. فكل هذا يؤسس للوعي ويبني اليقظة والصحوة ويدرأ هذه الغفلة ويبعد هذه الجفوة. شهر شعبان مرحلة متقدمة لشهر رمضان، مقدمة أساسية لابد أن نعيها وأن نقبل عليها بما يرضي الله عز وجل، ويعيد الأمل للمسلمين، ويحيي التعارف بين البشر، وتعمير هذا الوجود بناء على مراد الله عز وجل ومصلحة الإنسان المخلوق. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله.